الثعلبة الشاطرة دي كانت نفسها في اللحمة من زمان، بس كانت كسولة ومش بتتعب نفسها تصطاد. في يوم راحت بيت فلاح شايلة شوال فاضي وقالت له إنها مسافرة غلبانة وعايزة تبات ليلة. الفلاح وأهله كانوا طيبين، رحبوا بيها وأكلوها كويس. بعد الأكل قالت: معايا ديك تخين في الشوال، ولو اتسرق حياتي هتضيع. الفلاح طمنها وقال إنه عمره ما حصلت سرقة عندهم، فنامت وهي مرتاحة. الصبح بدري رمت الشوال وفضلت تعيط: الديك اتسرق. الفلاح دور في البيت كله وملقاش حاجة، فكسوفه خلاه يديها ديك من عنده ويمشيها. الثعلبة خدت الديك ومشيت. بالليل راحت بيت فلاح تاني، أكلها وطمنها برضه. قالت له إن في الشوال وزة كبيرة. في نص الليل أكلت الديك، والصبح عيطت نفس العياط. الفلاح صدقها وداها وزة من عنده. كررت نفس الخدعة مع فلاح تالت وقدرت تاخد خنزير. ثقة الثعلبة زادت، فراحت بيت رسام خرائط وقالت بغباء: في شوالة خنزير عجوز وحامل. الراجل شك بس سكت. في نص الليل الثعلبة أكلت الخنزير والصبح عيطت. الراجل قال بهدوء: ولا يهمك، هاخد لك 2 خنازير. الثعلبة فرحت وسلمته الشوال. الراجل حط في الشوال 2 كلاب صيد جعانين وربطه وادهولها. وهي مشيت الفضول غلبها وفتحت الشوال، فالكلاب هجموا عليها. حاولت تجري بس بطنها كانت تقيلة، وفي الآخر الكلاب مسكتها وخلصت حكايتها.